واخيرا وصلنا ينبع بعد رحله مليئه بالاتربه. النهارده كان الجو عفر قوي، بس مش مشكله، الحمد لله اللي احنا وصلنا. في الاغلب هنريح النهارده هنا وممكن بكره ونكمل رحلتنا لجده. طبعا انتوا عارفين انا قمت بالرحله دي ليه؟ علشان انا عندي هدف، واي انسان في الحياه عنده هدف المفروض يشتغل عليه، يحضر له كويس، يشوف خطوات تنفيذه ويبتدي يعملها. والهدف كان نقل رساله لاي شخص مدمن لسه بيعاني، وايضا لاي شخص صحي اللي الحياه تستحق اللي انت تعيشها. ولو انت نفسك تعمل حاجه فكر فيها كويس واعملها. بصراحه المدينه هنا يعني اكبر شويه من المدينه اللي انا كنت فيهم المره اللي فاتت. هنا المدينه تحس اللي هي يعني فيها حياه اكتر. في النهايه طبعا انا بحب اشكر شركاء النجاح في الرحله بتاعتي: مستشفى بهمن، عيادات المعادي للصحه النفسيه، مركز الوحي لعلاج الادمان من السعوديه، مركز وعد في جده لعلاج الادمان، وجمعيه مفتاح السر النسائيه بالطويل. الناس دي يعني كانوا شركاء نجاح في الرحله، وامنوا باللي انا عاوز اعمله، وانا بشكرهم من كل قلبي. طبعا انا مستمتع بالرحله دي، على قد ما الرحله متعبه لكن تستحق. على الاقل اللي انا كان عندي هدف فكرت بيه كويس وبدات انفذه، وده الاهم، وده اللي اي انسان في الحياه لازم يعمله، سواء كان صحي او مدمن. لازم يكون عندك هدف في الحياه وتقدر توصل له بالتخطيط كويس. ايه رايكم نغير الوجهه التانية؟ مساء الخير. وصلنا الحمد لله إلى المينا زي ما انتم شايفين كده البحر، وابتدينا الرحلة. بإذن الله هنكون بكرة في السعودية على الساعة 10-11 الصبح، ونبدأ رحلتنا نعم للحياة لا للإدمان. ونشد كل الناس اللي هي تساعدني في نشر الرسالة الجميلة دي. ويا ريت المستشار تركي آل الشيخ يعني يعرف بخصوص الرحلة دي. دعمه لينا أكيد هيكون حاجة مهمة جدا. وبنشد برضو كل محب ومشجعي نادي النصر ان هم يوصلوا صوتي لاداره نادي النصر، اللي احنا نعمل مقابله مع كريستيانو رونالدو. ليه؟ لانه كان ساعد اخوه قبل كده اللي هو يبطل ادمان المخدرات. فصوته في حمله زي دي هيكون دعم كبير جدا للحمله دي، وهيفيد شباب كتير في الوطن العربي. وباذن الله رسالتنا توصل للجميع، مش للمدمنين بس، حتى الناس الاصحاء، لاي حد نفسه يعمل حاجة هو يقدر يعملها ومن حقه يعيش بشكل صحي.
في النهاية نشكر شركاء النجاح بخصوص هذه الرحلة: مستشفى بهمن، عيادات المعادي للاستشارات النفسية، مركز الواحة لعلاج الإدمان، ومن السعودية مركز وعد لعلاج الإدمان بجدة، وجمعية مفاتيح الخير النسائية بالطايف. شكرا. انت مش ضحية الإدمان، انت ضحية الإعذار. كل مرة بتقول فيها مش قادر، انت بتختار نفس النهاية. انا في الرياض وبقولها لك من الآخر: مفيش حاجة هتتغير غير لما انت تتغير. نعم للحياة، لا للإدمان. يا تبدأ النهاردة يا تفضل زي ما انت. واخيرا وصلنا ينبع بعد رحله مليئه بالاتربه. النهارده كان الجو عفر قوي، بس مش مشكله، الحمد لله اللي احنا وصلنا. في الاغلب هنريح النهارده هنا، وممكن بكره ونكمل رحلتنا لجده. طبعا انتوا عارفين انا قمت بالرحله دي ليه؟ علشان انا عندي هدف، واي انسان في الحياه عنده هدف المفروض يشتغل عليه، يحضر له كويس، يشوف خطوات تنفيذه ويبتدي يعملها. والهدف كان نقل رسالة لأي شخص مدمن لسه بيعاني، وأيضا لأي شخص صحي اللي الحياة تستحق اللي انت تعيشها. ولو انت نفسك تعمل حاجة فكر فيها كويس واعملها. وبصراحة المدينة هنا يعني أكبر شوية من كان المدينة اللي أنا كنت فيهم المرة اللي فاتت. هنا المدينة تحس اللي هي يعني فيها حياة أكتر. في النهاية طبعا أنا بحب أشكر شركاء النجاح في الرحلة بتاعتي: مستشفى بهمن، عيادات المعادي للصحة النفسية، مركز الواحة لعلاج الإدمان، من السعودية مركز وعد بجدة لعلاج الإدمان، وجمعية مفاتيح الخير النسائية بالطايف. الناس دي يعني كانوا شركاء نجاح في الرحلة، وأمنوا باللي أنا عاوز أعمله، وأنا بشكرهم من كل قلبي. طبعا أنا مستمتع بالرحلة دي، على قد ما الرحلة متعبة لكن تستحق. على الأقل اللي أنا كان عندي هدف خططت ليه كويس وبدأت أنفذه، وده الأهم، وده اللي أي إنسان في الحياة لازم يعمله، سواء كان صحي أو مدمن. لازم يكون عندك هدف في الحياة وتقدر توصل له بالتخطيط كويس. واخيرا وصلنا ينبع، واخيرا وصلنا ينبع في طريقنا الى جدة. هنريح طبعا النهارده هنا وهنكمل رحلتنا ممكن بكره او بعده على حسب ما انا ارتاح يعني. بس المدينة هنا ايه ما شاء الله، في غير المدينتين ولا الثلاث مدن اللي انا كنت فيهم قبل كده. يعني هناك هاديين، هنا المدينة انا حاسس اللي هي اوسع، يعني فيها حياة شوية. طبعا عاوز اشكر شركاء النجاح فخمي بالرحلة دي: مستشفى بهمن، عيادات المعادي للصحة النفسية، مركز الواحة لعلاج الإدمان، ومن السعودية مركز وعد لعلاج الإدمان بجدة، وجمعية مفاتيح الخير النسائية بالطايف. يعني دول من شركاء النجاح فخمي بالرحلة بتاعتي عشان ننقل رسالة لكل مدمن ولكل إنسان طبيعي. شوية مشقة، شوية تعب، المهم اللي انت يكون عندك هدف وتحاول تعمله.
هنقص حوالي 10 دقايق. مساء الخير. يا مساء الفل، يا مساء الياسمين. ورجعنا البيت بعد رحلة نعم للحياة لا للإدمان. يا دوبك لسه داخل البيت من شوية، مرهق جدا طبعا، بس خدت شاور وهحاول ارتاح. دعواتكم اني ارتاح واعرف انام. من ضمن الحاجات الجميلة اللي حصلت النهارده، يعني واقف بريح وبشرب مية، في راجل انجليزي وقف ورا مراته، يعني اتكلموا معايا وكان فاكر العجلة فيها حاجة، يعني شرحت له انا بعمل ايه وكده. الراجل كان مبسوط جدا، ويعني وقال لي اللي هو رايح يجيب بنته من المدرسة، وكان لقاء مثمر بصراحة، كانت حاجة جميلة يعني. وده الفندق اللي احنا هنبات فيه النهارده، فندق ديبا الشمال.
تعرف ان المطر ممكن يدمرك، ما تستغربش، هو فعلا ممكن يدمرك، مش عشان هو وحش، لكن عشان اللي عقلك ربطه بيه. زمان انت كنت بتشرب في الجو ده، دلوقتي بقى زرار بيشعل الرغبة في ثواني، وده اللي اسمه الارتباط الشرطي. الآن اكسر الارتباط ده بدل ما يكسرك. نعم للحياة، لا للإدمان. وما تنسوش شرفاء النجاح: مستشفى بهمة لعلاج الإدمان، عيادة المعادي للاستشارات النفسية، مركز الوحدة لعلاج الإدمان، مركز وعد بجد لعلاج الإدمان، جمعية بشار الخير النسائية بالطايف. وصلنا مدينة ضبع، ونتمشى شوية. في الأغلب هنبات هنا النهاردة ونبتدي باقي الرحلة من الفجر. اللي احنا نوصل رسالتنا لأي حد مدمن ولأي حد طبيعي برضه، ان الحياة ممكن تتعاش بشكل صحي، واهم حاجة هي صحتك النفسية حتى اهم من الصحة الجسدية.
واخيرا وصلنا ينبع بعد رحله مليئه بالاتربه. النهارده كان الجو عفر قوي، بس مش مشكله، الحمد لله اللي احنا وصلنا. في الاغلب هنريح النهارده هنا، وممكن بكره ونكمل رحلتنا لجده. طبعا انتوا عارفين انا قمت بالرحله دي ليه؟ علشان انا عندي هدف، واي انسان في الحياه عنده هدف المفروض يشتغل عليه، يحضر له كويس، يشوف خطوات تنفيذه ويبتدي يعملها. والهدف كان نقل رساله لاي شخص مدمن لسه بيعاني، وايضا لاي شخص صحي اللي الحياه تستحق اللي انت تعيشها. ولو انت نفسك تعمل حاجه فكر فيها كويس واعملها. بصراحه المدينه هنا يعني اكبر شويه من كان المدينه اللي انا كنت فيهم المره اللي فاتت. هنا المدينه تحس اللي هي يعني فيها حياه اكتر. في النهايه طبعا انا بحب اشكر شركاء النجاح في الرحله بتاعتي: مستشفى بهمن، عيادات المعادي للصحه النفسيه، مركز الواحة لعلاج الادمان من السعوديه، مركز وعد بجده لعلاج الادمان، وجمعيه مفتاح السير النسائيه للطويب. الناس دي يعني كانوا شركاء نجاح في الرحله، وامنوا باللي انا عاوز اعمله، وانا بشكرهم من كل قلبي. طبعا انا مستمتع في الرحله دي، على قد ما الرحله متعبه لكن تستحق. على الاقل اللي انا كان عندي هدف خططت ليه كويس وبدات انفذه، وده الاهم، وده اللي اي انسان في الحياه لازم يعمله، سواء كان صحي او مدمن. لازم يكون عندك هدف في الحياه وتقدر توصل له بالتخطيط الكويس. واحنا دلوقتي الحمد لله وصلنا تاني محطة في رحلتنا، وهي الوجه. بتمشى شوية في الطريق. النهاردة برضه هنريح في الوجه ونطلع الفجر على وجهتنا الثالثة أملج في الطريق إلى جدة. زي ما انتم شايفين كده البحر على يميني والمدينة هادية، ممكن عشان النهاردة الجمعة الناس كلها في البيت. انت مش ضحية الادمان، انت ضحية الاعذار.
المدمن ضعيف؟ لا، المدمن انسان اتعرض لألم او حبة مشاكل ويتعامل معاها بالطريق الغلط، والتعافي بيبدأ لما يطلب المساعدة. الإدمان كل يوم بيموت إنسان، مش بالطريقة كل يوم، لكن بيقضي على غيره. علشان كده أنا في رحلة تمتد لآلاف الكيلومترات بدرجة مصر والسعودية مش بحث عليها، لكن بحمل رسالة للإنسان الصالح. طول ما أنت عايش لسه في أمل مع الحياة غير الإدمان. أنت مش ضحية الإدمان، أنت ضحية الإحسان. كل مرة بتقول فيه مش قادر، أنت بتختار نفس النهاية. أنا في الرياض وبقولها لك من الآخر، مفيش حاجة هتتغير غير لما أنت تتغير. نعم للحياة، لا للإدمان. يا تبدأ النهاردة يا تفضل زي ما أنت. وزي ما انتم شايفين كده انا بتمشى في البلد والبلد فاضيه، وبعتذر والله لو الصوت مش واضح قوي. انا مشغل يعني عازل الصوت، بس الجو هوا جدا امبارح والنهارده هوا يعني زي ما انتم سامعين كده. ومع انه هوا بس هوا سخن بصراحه. باذن الله اطمنكم الامور كلها تمام. الرحله مرهقه، مرهقه، متعبه، متعبه، بس يعني حمل الرساله اللي انا بحملها يعني ما يساويش اي تعب انا ممكن اتعبه. لو انسان واحد مدمن بطل مخدرات فدي بالنسبه لي يعني قمه النجاح. وحتى لو انسان صحي ما بيشربش حاجه خالص ويتعلم حاجه من الرحله دي، ما يكون عنده هدف يقدر ينفذه، برضه ده بالنسبه لي قمه النجاح. وطبعا بشكر شركاء النجاح اللي امنوا بفكرتي: مستشفى بهمن، عياده المعادي للاستشارات النفسيه، مركز الواحة لعلاج الادمان، ومن السعوديه مركز وعد لعلاج الادمان بجده، وجمعيه مفتاح الخير النسائيه بالطايف. المدمن ضعيف؟ لا، المدمن انسان اتعرض لألم او حبة مشاكل ويتعامل معاها بالطريق الغلط، والتعافي بيبدأ لما يطلب المساعدة. وده يمكن هدف من اهداف الرحلة بتاعتنا، اللي احنا نعلم المدمن او اي انسان صحي ازاي يتعامل مع المشاكل والألم والضغوطات اللي في حياته بطريقة صحية ومش بطريقة غلط. وما تنسوش شركاء نجاح في الرحلة: مستشفى بهمن، عيادات المعادي للاستشارات النفسية، مركز الواحة لعلاج الإدمان، مركز وعد لعلاج الإدمان بجدة، جمعية مفتاح الخير النسائية بالطايف. زي ما انتم شايفين اهو اليافطة، مدينة منورة مش شرط. معانا مركز لأداء العمرة، وبعد كده يعني نعمل الندوة في المركز اللي احنا رايحينه كده. ودلوقتي احنا رايحين نشتري تيشيرت، قميص. ربنا يسامح اصحابي اللي هنا، اللي في بعضهم قال لي الجو حر. دلوقتي احنا رايحين نشتري تيشيرت او قميص. ربنا يسامح بعض اصحابي اللي قالوا لي الجو هنا ساقعه. انا يعني هعمل ايه؟ ما جبتش معايا الا قميص واحد بس، يعني قدر الله ما شاء فعل. الجو مش ساقع خالص، الجو حر حر حر. ودلوقتي انا اشتريت تيشيرت علشان البسه لان الجو فعلا حر. ربنا بقى يسامح اصدقائي اللي هنا
اللي قالوا لي الجو هيبقى ساقع. يلا مش مشكلة، حتى الهواء اللي هنا يعني، بس دلوقتي الهواء اهدى شوية. الصبح كان سخن جدا، دلوقتي لا يعني ابرد شوية الحمد لله يعني. يلا هي رحلة جميلة وحاجة زي الفل. زي ما انتم شايفين الطريق اهو، اشجار. احلى حاجة هنا إشارات المرور الكل بيحترمها بصراحة، يعني البلد منظمة جدا في الموضوع ده، حاجة رائعة يعني. عارفين أنا نفسي كل شخص مدمن اللي هو يبطل. الحياة تستحق اللي انت تعيشها، تستمتع بيها، تعمل فيها كل اللي انت عاوزه، ما تكونش عبد للمخدرات. تخليش المخدرات هي اللي تتحكم فيك، خليك انت اللي تتحكم في الحياة. تعمل اللي انت عاوز تعمله وقت ما تحب تعمله، تخرج، تتفسح، تنام، تستمتع بأي حاجة انت بتعملها. عندك هدف تقدر تحققه. لكن طول ما انت بتشرب مخدرات، المخدرات بتديك لذة وقتية، لذة وبتخلص، وبعديها بيبقى خراب. ولا بتستمتع بالحياة ولا بتعرف تعيش الحياة أصلا. يا ريت تستمتع بالحياة بدون مخدرات. أفضل 100 مرة اللي انت تفضل عبد للمخدرات. الإدمان كل يوم بيموت إنسان، مش بالضرورة يكون بيموته، لكن بيقضي على الأمل جواه. علشان كده أنا في رحلة تمتد لآلاف الكيلومترات بدراجتي، من مصر للسعودية للإمارات، مش بحثا عن المغامرة، لكن لحمل رسالة. حمل رسالة لكل إنسان لسه بيحاول. طول ما أنت عايش لسه في أمل. نعم للحياة لا للإدمان. من على شاطئ مدينة الوجهة بالسعودية. الحمد لله وصلنا جدة، وفي طريقنا دلوقتي للمركز. يعني ناقص حاجات بسيطة ونوصل للمركز. احنا دلوقتي في حي اليهود في جدة، متجهين لمركز وعد لعلاج الإدمان. ودي أول محطة قبل ما نعمل العمرة بإذن الله. المنطقة هنا هادية وجميلة. زي ما انتم شايفين اهو المركز قدامنا واحنا متجهين عليه. أخيرا وصلنا إلى مركز وعد لعلاج الإدمان والتأهيل. وده المركز اللي احنا هندي فيه الندوة بإذن الله بعد العيد مباشرة. ده جزء من المركز. أنا دلوقتي قاعد في الريسبشن، المفروض أقف في العيادات الخارجية. اجعل حياتك قصة تستحق الانطلاق. البحر وما أدراك ما البحر، شعور بالحرية، وده كان هدف رحلة نعم للتعافي لا للإدمان. وصلنا الحمد لله إلى المينا، زي ما انتم شايفين كده البحر، وابتدينا الرحلة. بإذن الله هنكون بكرة في السعودية على الساعة 10-11 الصبح، ونبدأ رحلتنا نعم للحياة لا للإدمان. ونشد كل الناس اللي هي تساعدني في نشر الرسالة الجميلة دي. ويا ريت
يا ريت المستشار تركي آل الشيخ يعني يعرف بخصوص الرحلة دي. دعمه لينا أكيد هيكون حاجة مهمة جدا. وبناشد برضو كل محبي ومشجعي نادي النصر إن هم يوصلوا صوتي لإدارة نادي النصر، اللي إحنا نعمل مقابلة مع كريستيانو رونالدو. ليه؟ لأنه كان ساعد أخوه قبل كده اللي هو يبطل إدمان المخدرات، فصوته في حملة زي دي هيكون دعم كبير جدا للحملة دي، وهيفيد شباب كتير في الوطن العربي. وبإذن الله رسالتنا توصل للجميع، مش للمدمنين بس، حتى الناس الأصحاء اللي أي حد نفسه يعمل حاجة هو يقدر يعملها ومن حقه يعيش بشكل صحي. وفي النهاية نشكر شركاء النجاح بخصوص هذه الرحلة: مستشفى بهمن، عيادات المعادي للاستشارات النفسية، مركز الواحة لعلاج الإدمان، ومن السعودية مركز وعد لعلاج الإدمان بجدة، وجمعية مفاتيح الخير النسائية بالطائف. شكرا.